تعالوا نسوي اليوم شوربة بحرية. هني أنا عندي كيس، هذا الكيس فيه كل شيء مكس بحري. عليه ماي حار وبخليه تقريبا 10 دقائق. قطعتهم على حجم صغير، قطعتهم صغار، أما لو الربيان شي الحجم يكون صغير خلوه. باقي الأشياء لو تبون تقطعون قطعوا. هني حطيت أنا زبدة في الجدر مع فصوص ثوم محمص. الحين بنحط الطحين وبحمص. اول ما تحطون الطحين شويه حمسوا شي مال دقيقه. هني لتر ونص تقريبا حطينا الحليب. الحين بحط حبه ماجي، شويه كركم بس حق اللون، وبصب كوكين كريم. كوكين كريم هني تقريبا انا نص، لا 3/4 كوب حطيت. الحين بنخلي الشوربه تطبخ على راحتها على نار متوسطه او خفيفه تقريبا 20 لنص ساعه. اوكي، يعني لين ما تستوي شوربه غليظه. وهاي شوربتنا جهزت، ونصب في اكواب الشوربه. نقول بسم الله. شوفوا كيف تكون شي غليظه ولذيذه. اتمنى انكم تجربون ألذ شوربه بحريه.